اخواتي والدراري اللي تبعوا فيا من الجزائر ولا تونسيا قالوا لي يا زاد عامل لنا رياكشن على شيخنا شمس الدين الجزائري، طولت الغيبه عليه. دونك اليوم ان شاء الله باش نمشي نعمل عليه رياكشن. شارات اخواتنا كيف ما قلت لكم قبيله من تونس من الجزائر اللي يمثلوا اغلبيه الساحقه اللي عاملين ابوني في الشين ديالي يا خوتي. راني نهدر معاكم واش يا الخوت، نحبكم كاع لا فامي. ليتس جو الرجله. نعمل ضريبه هكا اللايك، عامل ضريبه السبسكرايب خاطر 0% منكم عامل اشتراك وخد نوتيفيكاسيون باش كل ما نهبط فيديو كل نهار توصلك نوتيفيكاسيون. تخلي الكلام عمك زيد شيكس هبطك فيديو. يلا بينا نمشيو نشوف شيخنا الغالي محبوب الجماهير محبوب التوانسه والجزائريه شيخنا شمس الدين الجزائري كيفاش يقصف الجبهات. ليتس جو. راني شفتك مراولي التصويره تاعك انت راني شفتك ذبح خنزير في دارو. وماشي حتى هذاك الخنزير تاع الاوروبيين بيض وشباب لا هذاك مشوك تاع الغابه صيدوا ذبحوا في دارو وطيبوا وكلاه وكل اصحابه عمر كرشو بالخنزير. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. اما لا حتى في الحرام ماناش فالحين، حتى الحرام نتاعهم خير من الحرام نتاعنا. والله يا شيخنا شيء نطق والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. والله عنده الحق الشيخ. استغفر الله مانيش باش نلزكم على الحرام، اما كي تعملوا على الاقل حاجه حرام عملوها بفيانا كيما لي زوروبيان. احنا ما يخرجش علينا. حتى الحرام نتاعنا هو خنزير وعندهم خنزير روز، احنا عندنا خنزير مشوك. مش نحكي كان على الخنزير. ليتس جو ما نعبش نتعمق. أنا فاتني قطار الزواج حيث بلغت 37 سنة. 37 سنة فاتك قطار الزواج يا ودي. راهي 1000 واحد يتمناك. دوك تشوفي أو جاي الفارس نتاعك إن شاء الله. وشنو يجي أبي خلاص والعواد. هذيك فارس يجي فوق فرس أبيض، هذيك بكري. دوك العواد خلاص ويجيك بالكلاكات، يجي بالحفاد ديها قبليه يضلوا يتشرطوا. على بها قعدتوا بالأزواج. حيث بلغت 37 سنة وقد لاحظت أن جاري المسكين واش لاحظتي غير خير إن شاء الله. ليس سعيدا. كيف عرفتيه ليس سعيدا؟ هذه السعادة مسألة قلبية. قادر نكون راقد في الزنقة وأنا سعيد، قادر نكون عندي فيلا طوموبيل وطيارة ما راني سعيد. السعادة مسألة قلبية. وين عرفتي انت جارك هذا بديتي حبة تصيديه وقيلا دخل امك خلينا. حيث لاحظت أن جاري المسكين ليس سعيدا في حياته رغم أنه متزوج، فملابسه رثة ووجهه شاحب. وملابسه رثة. كاين شي رجال ما يحبش يلبس. ايوه عنده حق. ولو ما تحدد له حوايج وتدير له ريحة بلوم ما شاء الله ما يحبش يلبس. يحب العرقان القديم المقطع المتقوب باش الناس يقولوا هذا مسكين ما عندوش ومرته ما قايمه به. ايوه بلغه اخرى ايش دخلك فيه؟ اتلهى في مشاكلك. فهمتي؟ ما تبداش تحكم على العباد، هذيك اموره. فهمتي؟ هو معرس على روحه. ما تحاولش تلقى سبه تخلق سبه باش تمشي انت تحرم ولا تخليه يطلق من مرته باش يعرس بيك. انا شمم هكا والله اعلى واعلم يا شيخنا. انت قول لنا يا شيخ. غشتي ملابسه رتا وقتي دخلتي روحك. شوفي واحد شاب صغير اعرضي نفسك عليه للزواج، ولكن هذا متزوج خلاص خليه مع مرته يدبر راسه. لاحظت أن جاري المسكين ليس سعيدا في حياته رغم أنه متزوج، فملابسه رصة ووجهه شاحب لا يحب البقاء في بيته وهو حزين طول السنة. تصور يا سيدي أنه يلبس بذلة بنية. الله 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 طول السنة. ملاك سمعتوا يا نساء؟ قال لي عندها راجلها يلبس كوستيم بني لازم تعسيه. هاي ناوية تخطفوا لك هذه. عسي عليه. حيث أنه يلبس بذلة بنية طول السنة. أنا عرفنا شكون ملا. أي واحد أو يلبس بذلة بنية طول السنة هاك عرف جاتك هيداتك بين عينيها. والله عسي على رجلك بدليله. غدوة بدل تمتم هي يلبس غدوة كوسيم صفر باش ما تفيقلكش. شيخنا ولا محقق كونان في جرة العريبة في جرة هالناس. ابدي اشتغلك فيه لا اله الا الله. بس دي بتحب تخلق له سبب باش تلقوا من مرته باش يتعرس بيه. برا شوف واحد مش معرس عليه. وانت تعرف عليه اللي هو طول السنة تعيس عامله الكاميرا نتاع سيرفيونس في داره معلقه GPS في بعض البلايص في دبشو في الكوستيم البنيه نتاعو. ايش دخلك فيه؟ انا اربي قطه منذ 2 سنين. الله الله. ولا اسمح لها بالخروج من اجل التناسل رغم صراخها
وأنا أفكر في أن أجري لها عملية جراحية لقطع نسلها، فهل يجوز ذلك؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ما كفاكمش 18 مليون طفلة بلا زواج في الجزائر، راح تزيدوا تبوروا حتى القطوطة. نعيش ونسمعوا. حتى القطاطس هم مش بعدين منكم، حتى القطاطس ناويين تضروهم، تسيبوهم على الاقل يشيخوا ما دامت هم ماكم الشيخين، سيبوا خلق ربي خليهم يتكاثروا، خليهم يا اخوي ايش دخل. والله نكون مشكلة العنوسة متاع الساعة وشنو اليوم متاع حتى الحيوانات. يا شيخنا احكي معاهم، فسر لهم وراهم، غلبوا عليا بالاسئلة. بعض الناس يكون رايح يصلي او راح يصلي، مال بورو منا، باطا شما منا، زوج بورطابلات في يده، صحيح نعناع في ودنه. وينك رايح انت؟ وينك رايح انت؟ راح تقابل ربي ولا راك وين هذا؟ تهابط رايح للجامع ومن بعد تصيب صبابطهم عمرين مال بورو شما ما نعرفوا شنو هذوهم، غير يجبدوا لنا هذه شما اسلاميه. اتق الله، اكح البيت ربي قبل ما تقلع البيت ربي، نقي روحك، نظف روحك، خبي شويه الذنوب تاعك. راك عارف الدخان هذا فيه مشاكل، حتى في الشارع الاسلاميه وفيه كلام، الشمه فيها كلام. هابط البيت ربي جمله واحده. البيت ربي. واحد السيد ركع كي ركع هكذا طاحت له بطاش، ما بدات تدور، بدا يتبع فيها بعينه وين رايح هذا، واش من الصف. اتق الله. كذلك ننبه مساله اخرى، بعض الناس يدير الحذاء نتاعو في صاشي، في كيس، في صاشي، ويحطها قدامه، ومن بعد الاخر اللي قدامه يديرها في صاشي يحطها قدامه، ومن بعد الناس كاع هذه شتها في جامع في العاصمه، شتها بعيني، كاع يديروا صبابطهم في كيس ويحطوها قدامه، ومن بعد يوقفوا للصلاه. كي يوقفوا للصلاه هذاك اللي قبله او زعما الدنا، هو يدنا كيف يدنا، يطير يصباطه وتقول انا في الصلاه، يطير يشكاره، ولا يطير يشكاره، ولا ذاك يطير يشكاره، ومن بعد اللي قبله يطير يشكاته، واللي قبله يطير يشكاته، وتشوف الجامع كاع عم يطيروا. الله اكبر، بيت ربي ولا ستاديا تيري ونتيري. يعني عجب، شفت الناس كاع يلعبوا بشكاية تاع صبابطهم، هذا في بيت ربي وراح تقابل ربي؟ لا يا جماعه، الحذاء يتحط في مكانه. والله تقولش عليه ولا فريب ما عادش جامع، صبابط مراول، حطوا كل شيء لبرا الساعه، حطوا صبابتكم لبرا. وبعد سهل. على ذكر الفازه الاولى بالرسمي فم برشا عباد تلقاها وجايب النفه وجايب الدخانه وجايب اودي راه ماشي للجامعه، راك ماكش ماشي تبحر يرفو، والله ماشي البيت ربي، تهز معاك دبشك اللي انت لابسه والسجاده كان تحب تهزها كان تحب لا، وتمشي، لا دخان لا تليفون، بون ممكن فتح الدار سنة ترسلك بيت البرا، اما تهزوش الحاجات الزايده. انا حتى هذا التليفون هذا ما نهزوش معايا، علاش؟ خاطر تبدا انت في حاله خشوع والعباد الكل في حاله خشوع، يجي انا تخدم لي اغنيه يا ميتيكو داس نقرا حساب كل شيء. يا جماعه تمشيوا بالدخان الغادي للجامعه، ايش خليكم مخكم؟ ما فهمتش بين الركعه والركعه ناوي تعمل كمبيتين. وحكايه صبابط خليه يسكت، عنده حق يحط بابط نتاعه في الساشيات ويحط بحذاه على اساس شيء ما وش يصير. بعد كل تبدا وكل زوق او الاخر ديجاج السبيدري مو غادي او الاخر بران. والله ولات بارتي ولا ماتش كوره جمله واحده. في القبه في العاصمه في القبه واحد عنده فيلا، راح جاب راقي قالوا باش ترقي لي الفيلا، لا خوش بدا متر، بدا يكيل. قالوا علاش تكيل؟ قالوا 100,000 للمتر. يركب في زليز ما فهمتش. عندك 4 زليزيات هذوك اللي نعملوا لهم الرخه ب 100,000 الخو، تحب هذوك نخليهم خلي جنون يعيشوا غاديك في الزليزيات هذوك؟ ما يهمنيش، انت حدد لي تحب على الكل تو نقبلوا وفقه، تو نعمل لك سوم على الكل، نحاول نعمل لك سوم باهي. رقيه ولا بزنس سوكا، بزنس سوكا. واحد راقي جابوه في الليل، عندهم بنتهم مريضه، جابوه قالوا 16 مليون، قالوا له سبحان الله مال افتدي علينا 8 ملايين، قالوا لا طايف دنوي. بالطبيعه مش كي سيرفيس النهار كي سيرفيس الليل، فما فرق كبير. في السيرفيس النهار ابرك الواحد يبدا مصحصح، انتم مخيمينه في السيرفيس نتاع الليل، السيرفيس نتاع الليل السوم دوبل، فهمتني؟ علاش يسميوه بلاك ماركت؟ خاطر بلاك ليل، فهمتني؟ ليل ماركت.
نعيشوا ونشوفوا اقسم بالله غرايب فيهم نعرف برشا ولات عندهم الرقيه بزنس من الاخر. الرقيه راهي نورمالمون حاجه تعملها انا نراها من وجهه نظري الخاصه كما يحكي الشيخ، من وجهه نظري الخاصه نراها اللي الحكايه هذه نتاع الرقيه يلزمها بلاش، يلزمها لوجه الله، تعمل الخير لوجه الله، تحب تدخل فيها فلوس امورك، اما انا نراها من وجهه نظري اللي هي حاجه زايده الفلوس، خاطر هذه حاجه روحانيه ما يلزمهاش تكون فيها معناتها تدخل الماديات. والله اعلى واعلم. انك ما وريتكمش حقي انا. فرج عمك الزياد ستاند وفازيت. جيت حبيت نقرب المايك لفمي يا اخي عملت هكا الستاند بس نسيت روحي. خلنا نغطي بارك الله نعمل رقية تو حتى انا المايك نتاعي حاسدين عليه، نعرف من برشا عباد حاسدين عليه راهو. كلنا اعرف جارا، ما تعرفيش جارك، عرفي راجلك ولادك فيهم مغمض والله ولا خرج الوقت زعما تعادوا اصحاب زميلها في العمل مرأة مزوجة يتليفوني لها راجل يقول شكون هذا زميلي في العمل. وشنو زميلك في العمل؟ وقرينا كيف وبكري كان جارنا وواحد نهار طحت اونبان هو اللي جا عاوني. يا اتقي الله المرأة تحل عينها على راجلها خلاص انسى كاع هذيك الحكايات. والله يا شيخ كلنا اعرف جارا. والله ما نعرف، ما اعرف جارا، ما اعرف بابا، ما نعرف درشنيه. ادي جارك سلام والسلام. صح الشيخ كونتر الفيمينيزم جمله واحده من الاخر ما تحكيش معاه، عطاه وجهه نظره كلمتين. سائله من باتنا تقول لم ارزق بالذريه ولكن نصحتني احدى العجائز المجربات بوضع الملح على قبر طفل ميت والطواف به 14 مرة. هذه عجوزة مجربة في الشيطين. والله ماشي مجربة في الحكمة وفي العلم. هذه العجوزة اللي قلت عليها نصحتني إحدى العجائز المجربات، هذه مجربة في الشيطين أو راكبها إبليس أو داير لها بردعة ويصق فيها كما يشاء. الشيطان بحد ذاته كيسمعها المرأة هذه تحكي يقعد حلل فمه. هي اصلا اللي راكبه على الشيطان مش هو راكب عليها. هذه النكست ليفل، هذه الشيطان يتبرى منها يقول لك صاحبي خاطيني. مش كل شيء في يدنا، كل شيء في يدنا. الشيطان يقول لك انا عايش من بدايه الدنيا عند قديم الزمان، عايش قبل ما اللي تخلق سيدنا ادم. قال لك انا الحكايه دي واخويا ما سمعتش بها، انا ما جاتليش على البال. لا اله الا الله. والله نعيش ونشوفوا لا اله الا الله. واو تحط الملح على قبر طفل صغير ميت طوف عليه 14 مره. بدعه وعباده الاجساد والاوثان دخلت فيها البدعه الكل. اختنا ام باقاي زعما مرة تقول راجلها انا عندي صديق في الفيسبوك. كيما صديق في الفيسبوك؟ والله ما نعرف. مزوجه ويجوها جام يبعثوا لها رجال جام وانت متزوجه. هي عندك غير راجلك اللي يقول لك جام. هذا ما كان عندك لا فامي ديالك، امك وبوك وراجلك وخوك وصغارك يعملوا لك جام. هي مي فيسبوك لدرجني ديريكت الزوجه المستقبليه باش تفسخها من الكل ديريكت تشد لك الفيسبوك فوف نظف بحول الله تلقى 500 انا والعيله الكريمه نتاعك. نبدا نحسب لك ياسر. بهكا شبات نكونوا سامحوني لحظه خلينا نقرب المايك نعمل كما جماعه الراديو. وبهكا نكونوا سيداتي انساتي سادتي انتهينا مع حلقه اليوم من شيخنا شمس الدين الجزائري. محبوب الجماهير شيخنا نموتوا عليك. عملوا ضربة اللايك وتحياتنا اخواتنا في الجزائر وتونس. وما تنساوش المرش حبت مريول جديد ديزاين جديد او كاللينك تلقاوه اللوطه وتلقاو ديزاينات اصلا تحت الفيديو. بيس اند لوف كان معكم اخوكم زدهاش طول مضفك نيكس. يلا باي والسلام عليكم. ملتقانا غدوه في نشره اخباريه جديده. باي تعملوا باي.